مي في 20 عام انا قعدت 10 سنين في داري مقهور انا وولادي، وخرجت من وزاره السكن بدون ما نعطي سكن لابنائي ساكنين معايا. ما داوش ولادك سكن في ذاك الوقت؟ نعم ابدا. يعني الناس ولادهم يقراوا في الخارج وعندهم سكنات وعندهم شركات، يعني شركات واموال ضخمه، يعني انت ولادك تنفي امام المشاهد انه ما عندهمش هذا الامتياز. انفي قطعا، ولهم كل الحق في التحريات. ولا ولد من ابنائي يقرا في الخارج من الابتدائي حتى اللي كتبنوه كله في تكوين وطني جزائري، المدرسه الجزائريه. يوم ما خرجت في 2002 خرجت من وزاره السكن ولادي ما همش ساكنين، شراو سكنات مؤخرا بقرض من البنك، يمشوا للسي بي اي يلقوهم مقترضين كله ويرجعوا بالمرتبات تاعهم. كلهم ما داوش سكن عادي؟ جامي ابدا. ونتحدى اي واحد يعني كل الناس داو عدل، يعني ما ولادي وانت صاحب عدل. كل اللي فيه المساعده تاع الدوله محرموا على ولادي قطعا. واللي يبغي يجيب العكس يجيب، تفضل مرحبا به. شوف القوانين، ولادي داو في لو ان بي تخلص بارك ولا لا بروموسيون ليبر وبقرض من البنوك. ولادك ما داروش شركه؟ ما همش في الاعمال؟ جامي ابدا. لا انا ولا اولادي ما عندنا شهاده اقامه في الخارج، ولا طامعين في يوم من الايام يديروا دار في الخارج قطعا. هذه تربيه واحده. الوالد نتاعي ما صح ما تعرفوش، نتاع ما يعرفوش الناس، ولكن تربينا تربيه ستريكت في حميده، بالك يعرفها حميده العياش. نعم حميده العياشي يعرف بلي انا تربيت ما بين الركابه والقرابه في بالعباس. في بالعباس هو من حي قنبيطه. هو كان من المحظوظين هو. لانه نعم ممكن جدا حميده العياشي من المحظوظين، ولكن يناضل كثير هو في اليسار ومعارض كمان. الوالد الله يرحمه، الوالد الله يرحمه كان من جمعيه العلماء ومضطهد. وايضا كان مضطهد؟ كان مضطهد لمده حتى الاستقلال. لماذا؟ لأن كان الخطب نتاعو الوطنيه، وكان من اتباع تاع الشيخ ابراهيم. كان يجيب البصائر احنا نوزعوها في الخرجه تاع المساجد. سؤال ربما الاخير وما قبل الاخير سي تبون، يعني في المحنه تاعك هذه في العشر سنوات. لا اسمح لي سي الحبيب ما نهضرش على الوالد. تفضل يعطيني الفرصه هذه. تفضل الله يرحمه. الله يرحمه. نعم. انا نهار اللي وصلت والي انا عندي قلت له نقدر نجيب الوثائق تاعك، لان كان 3 شهور 4 شهور 5 شهور يمشي يمضي في الكوميساريه دائما على 10 تاع الصباح، بعد يرفعوها عنه، ومن بعد خطبه اخرى ولا اجتماع في 1937 حضر في تدشين دار الحديث كممثل جنوب في اطار جمعيه العلماء. المهم واحد سنين متواصله، ومن بعد دار السجن في 1957 دار سجن سنه تقريبا سنه ونصف. نهار اللي فتوالي قلت له ندير لك الورق نتاعك تاع مجاهد، دا اللي دعوه الشر. الوالد نتاعي نهار اللي مات الله يرحمه مات بلا روتريت نتاع لا كازنوس 4500 دينار، مات في 1998. 4000. البعض يتهمك يعني يكتبوا عليك بانك كلام يعني الوالد نتاعك حركي والى اخره يعني. خليني نقول شوف احسن اختراع يوم من الايام العلماء يجبدوه يديروا كونتور في اللسان، وتلقى كاع الناس مشومرين ما يلقاش باش يشري الخبز، لان اللسان اهدر واش تبغي يقول واش تبغي. يعني خاصة لما واحد مجاهد يعني ويتهم بأنه بعكس ما هو، ويمكن أن تجد من اتهمه هو الذي ممكن عنده. دوك انت منين الناس اللي مورا البحر تهمينك باللي وطني متطرف وتخوف. في الوطن يقول لك نتاع فرنسا والاخر يقول لك تاعك. كل واحد يغني. سؤالي الاخير يعني لانه الوقت انتهى سي تبون، ونخليك تختم بما تريد. يعني لو نقول لك مثلا هل يوجد واحد او جد واحد نصفك وقف معاك معنويا او ادبيا او اخلاقيا مورالمون سيرتو في المحنه تاعك بعد 2017؟ كاين واحد؟ كلهم خيرنا واحد كل يعني اهل الدين من المسؤولين مثلا. مسؤولين كان خايف يهدر معاك بالدرقه. كاين ناس خايفين يحتاجوا للدار. ما كاش اللي ما خافوش اللي جاو قالوا لك يهدوهم؟ كاين اللي يهدوهم مباشره، كاين اللي يهدوهم وكان تروح له كذا.